في الوقت اللي كان فيه كلام كتير من انديه اوروبيه برغبتهم في شراء المهاجم الشاب صاحب ال 22 سنه جونزالو راموس، اللاعب وقتها قال بشكل صريح انه مش هيجبر النادي يبيعه وهيسيب الموضوع للاداره ومش هيتدخل فيه. تعال اقول لك مين هو جونزالو راموس لاعب باريس سان جيرمان الجديد. طب تعالى بس تعال راموس عنده 22 سنة، طوله 184 سم، سجل طوال مسيرته مع الأندية 69 هدف وصنع 9 أهداف في 161 ماتش، ومع المنتخب الأول ومنتخب الشباب سجل 25 هدف في 37 ماتش. وأول مرة لفت النظر فيها بعد ما سجل أول هاتريك في مونديال قطر، ووقتها كان كريستيانو رونالدو دك. أول مباراة ليه مع بنفيكا سجل هدفين في الدقيقة 87 و 93. الموسم اللي فات جاب في الدوري 29 جون في 30 ماتش، وكان تاني هدافين الدوري بفرق 3 اهداف بس عن الهداف لاعب بورتو مهدي ترمي. مميزات اللاعب بالنسبه لباريس، اول حاجه ان امه مش وكيله اعماله. السيزون اللي فات شاط 83 تسديده، منهم 39 اون تارجت، يعني اكتر من 50% من تسديداته اون تارجت. ذكي جدا في الهروب من رقابه المدافعين داخل منطقه الجزاء. جريء والفينش بتاعه رائع، بيتطور بسرعه في التهديف لان موسم 22 21 جاب 7 تجوان في 29 ماتش، والموسم اللي بعده جاب 19 جون في 30 ماتش. التخوفات، الرقم اللي جاي بيه باريس كبير، هيحطه في ضغوط والناس هتقارنه بداروين نونيز وجواو فيليكس. داروين مايونيز. كمان مقارنته او تسميته ببديل امبابي هيحطه في ضغوط تانية، عشان كده لويس انريكي محتاج يركز معاه عشان يبعده عن الضغوطات دي. كمان هو محتاج يكون مساهم اكتر مع الفريق في اللعب الجماعي، لان هو عنده عيب ان هو بيفكر بس في نفسه لما بتجيله الكوره، فهو محتاج يتدرب اكتر امتى يباصي وامتى يشوط. انا شايف ان باريس هيكون ليه شكل جديد مع لويس انريكي. قول لي رايك في الصفقه، وتفتكر هيكون اضافه ولا هيبقى زي داروين مايونيز؟